في الأولى ثانوي وأنا في أولى ثانوي كتبت مسرحية يعرفوها الليبيين كلهم تقريبًا عندما تحكم الجرذان، هذه أنا كتبتها سنة 1971 تقريبًا أو 72. كنت تشوف المستقبل والّا كيف؟ يبدو لي والله. ف فكتبت هذه المسرحية وقعدت لم تُنفّذ طبعًا، قعدت كنص يعني. في ال75 أخذها أنا كتبتها في مصراتة طبعًا، وال74 أنا 75 74 مشيت لبنغازي في الجامعة سنة أولى، فأخذها المسرح العربي في بنغازي وبدوا يبرموا عليها ويجهزوا فيها للعروض. وهي جاهزة للعرض ونزلوا إعلاناتها في وسط المدينة عندما تحكم الجرذان، تفجرت أحداث الطلبة 76 يسمى بالسابع من أبريل قبلها طبعًا. إمم. أيوه في يناير. بعد العرض. لا لم تعرض، في لا، الدعاية. لم تعرض إلا لافتتها، وهذه المسرحية لم تعرض إلا اللافته متاعها لحد الآن. ولم أنشرها أنا يعني. أستاذ آآ منصور بالك إحنا عايشين فيها المسرحية إي طبعًا. يعني. هذه من في الأشياء الظريفة. بعد فبراير، بعد ثورة فبراير، كتب محمد الأصفر قال لو عرضنا عندما تحكم جردان شنو بيصير في في منصور بوشناف ممكن الجماعة يرجعوا. إن شاء الله لا، إن شاء إن الله شاء لا. الله. فالمهم مع الأحداث وإلى آخره التفتت السلطة لهذه المسرحية، وبعدين صارت الأحداث الطلابية واعتقلت أنا يعني. اعتقلت ككاتب مسرحي وكطالب طبعًا. ويعني أمضيت حوالي 12 سنة تقريبًا، يعني نسميها 3 ليسانس يعني. قضيت 4 في الكويفية، 4 في الحصان الأسود، 4 في بوسليم. أنت تاني واحد وين؟ أها، تاني سجن وين؟ الحصان الأسود اللي بناه موسوليني، اللي كان في باب بنغشير. بابا مشير. أيوه، بورتا بينيتو كانوا يقولوا له. إمم. أيوه، فأنا قضيت فيهن 4، 4، 4. افتتحنا بوسليم كان جديد يا دوب قاعد طازة يعني. تجربة. بس فهذه أقصى التجارب ممكن اللي حفرت فيني. ما حفرتش فيي ككاتب، إمم. حفرت أنا زي ما قُلت أنت من بكري. إمم. هي كان أثرها على استبطان الذات، على فهم الذات، أيضًا على القراءة الكويسة طبعًا. إمم. على الأقل 4 سنين الكويف أنا قرأت جيدًا يعني. يعني يتهيأ لي إني قريت كويس يعني، حاولت نقرا كويس، حاولت نقرا منظم. طبعًا في مسألة مهمة وهي إنني أقرأ بلغة أجنبية، إمم. إنجليزية يعني، فأوكي، ففتحت لي آفاق أخرى. أستاذ بس لو نوسّعوا أكتر حسب فهمك، إمم. شنو استفز النظام في المسرحية؟ أ طبعًا هم اللي لفتوا النظر النظام للمسرحية غير الإعلان، إن أحد الإعلانات الكبيرة مكتوب عليه عندما تحكم جردان فالطلبة الذين تحتها في المظاهرات في ليبيا. ف وطبعًا هي كانت النص يعني كان يشير بشكل أو بآخر. هي الحدوتة متاع المسرحية هي حدوتة موسى وفرعون يعني. فكان هذا الجرد الأكبر العراف متاعه ينبئ بأن في طفل سيولد ونهايتك ستكون على يد هذا الطفل. فكيف سيعالج الفرعون هذه القصة؟ بقتل كل الأطفال، أي طفل يولد يقتله. فهو بيقود حملة في مملكته كاملة على قتل الأطفال يعني، فتمشي المسرحية عمليات تصفية للأطفال. الآن وأنا كبير نقرأ فيها أن هي قتل المستقبل يعني. ف وأيضا ربما كنا احنا في تلك الفترة عندنا إحساس بأن احنا كجيل طالع احنا قاعدين نذبح يعني بشكل أو بآخر. فيعني من على هذا النحو يعني كانت فمسرحية طبعًا صادمة بالنسبة للنظام. ربما أنا ما كنتش أعيها بنفس ما أعيها الآن يعني. إمم. لكن ديما الفن أكبر حتى من الكاتب نفسه أو من آه. الرسام أو من وقيمته تتحوّر وتزيد. تتحول بالضبط، وقادر على أنه فعلًا يتحول بالضبط، وقيمته تتحول زي ما قلت لحضرتك إمم. يعني من عصر لعصر. ولذلك تلقى إمم. هاملت شكسبير ما زالت قاعدة طازة بس يعني. بس بس قصتنا إحنا كليبيين ما تغيّرتش البيانات. أي يعني صعبة صعبة شوية. طبعًا أنا في حاجة ثانية في عمل ثاني من نفس النوع، يعني بعد طلعت من السجن